من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الحوارية من برنامج عطر الصباح. اليوم رح نسلط الضوء على إحدى المراكز التابعة لهيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، وهي إحدى المراكز التي تقدم خدمات اجتماعية ونفسية خاصة بالنساء، مركز أمارة. حول المركز، نشاطاته وآلية العمل في تقديم الخدمات، معنا الأستاذة تمارا علي، أخصائية اجتماعية في مركز أمارة التابع لهيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، عبر الهاتف. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وكل عام وانتم بخير كنساء، وكمان بصبح المتابعين. كل عام وانت بألف خير، وكتير شكر لانضمامك أستاذة تمارا في هذا اليوم الهام، وهو اليوم العالمي للنساء الذي يصادف 8 من آذار. بداية دكتورة أو أستاذة تمارا، قبل ما نتناول حول هيئة المرأة وحول آلية عمل، بس ملاحظة، أنا أخصائية اجتماعية. نعم، أنا ماني دكتورة. سهوا بس طلعت معي للمستمعين دكتورة أستاذة تمارا، سهوا طلعت معي دكتورة أستاذة على تمارا. عيني. قبل ما نتناول حول عملكم في مركز أمارة وهيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، ناخذ رأيك تمام. بأهمية هذا اليوم العالمي للنساء، للمرأة، الذي يصادف اليوم 8 من آذار. برأيك ما أهمية وجود هذا اليوم، وما هي الأفكار أو المضامين العالمية لأهمية وجود اليوم العالمي للمرأة؟ هلا، بداية يوم المرأة جاء لتذكير العالم بقضايا النساء. نعم. المعنفات، مثلا عنا هون في آلاف النساء عم ينتظروا أولادهم وأزواجهم، أو فقدوا ذويهم، فقدوا المعيل تبعهم. فهذا اليوم إجا للتذكير بمعاناة النساء وبالتذكير بأهمية المرأة في تقدم المجتمع. نعم. وللتذكير على حقوق المرأة التي يجب أن تكون مصانة طبعا. الحقوق الأساسية. أستاذة تمارا، بداية لو نعرف المتابعين حول أهمية أو حول هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، فروعها، وما المجالات الخدمية التي تقدمها للنساء بشكل خاص. حلو كتير. مهم. هيئة المرأة هي تعنى بتمكين المرأة بالدرجة الأولى، نعم. وكمان حماية الفئات الضعيفة بالمجتمع. كمان نعم. في إلى عدة أجنحة أو عدة أفرع. مهم. مثلا عنا مركز حماية المرأة، واللي هو من أهم المراكز التابعة لهذه الهيئة. طبعا هذا المركز يعنى بحماية النساء المستضعفات نعم. وتمكينهن من الناحية المادية، تمكين النساء المعنفات التي تلجأ إليه. مهم. طبعا نحن كمركز الشهيدة أمارة منشبك مع هذا مهم. القسم ومع كل أقسام الهيئة لأجل دعم نعم. المرأة وتقديم الخدمات الإرشادية. نعم. كمان في قسم دور الأيتام، في قسم حماية الطفل، في حضانات تابعة مهم. لهيئة المرأة لأجل النساء العاملات. مثلا في كتير نساء ما بيعرفوا مهم. أماكن ليودوا أبنائهم عليها وقت يروحوا على الشغل مثلا، نعم. أو هذه الحضانات تساعد النساء العاملات يعني في رعاية الطفل، يعني بينما هي بتروح بتمارس عملها. عفوا. عفوا. في كمان نحن مركز هيئة المرأة، عفوا، مركز الشهيدة أمارة، نعم. منقدم الخدمات النفسية والاجتماعية مهم. عبر جلسات جماعية غالبا نعم. في مؤسسات الإدارة الذاتية. نعم. وكمان منقدم خدمات عبر الجلسات الفردية بمقابل شبه مجاني. يعني نعم. هو كان هدفنا تمكين أكبر عدد ممكن من
الفئات مم. للحصول على هذه الخدمات. نعم، موجز جميل، شكرا لك أستاذة تمارا. أشرت بنقطة مسألة تمكين النساء اقتصاديا، إحدى الجوانب التي تهتم بها هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة. كيف يتم هذا التمكين؟ عبر الدورات التدريبية. مهم. مثلا ممكن نساء ينخرطوا بدورات تمريض، مم. أو تمكينهم عبر توظيفهم إذا كان عندهم كفاءات نعم. بمكان اللي بيناسبهم من الإدارة الذاتية. مهم. تمكينهم بالأعمال اليدوية مثلا. وفي بهذه الجوانب في كمان إنه ممكن يتم يعني تقديم الخدمات مم. النفسية لإلهم نعم. حسب الحالات اللي بتجي. مهم. ممكن أيضا من خلال حمايتهم لما يتعرضوا للعنف نعم. مثلا. مهم. ممكن أيضا من خلال مشاريع خدمية خاصة بالنساء، وكانت الهيئة أشارت في بيان لها قبل فترة عن وجود ما يقارب 40 مشروع خدمي خاص بالنساء تم إنجاز نسبة منها. دكتورة أو عفوا أستاذة تمارا، مهم. نقطة أشرت إلها مسألة أنه أنتوا في مركز أمارة بتهتموا بالنساء المستضعفات والمعنفات والمهمشات. ما المقصود هنا بالتحديد النساء المستضعفات؟ النساء المستضعفات هن النساء اللاتي لم لا يستطعن الحصول على مورد، آه. أو حرموا من الموارد مم. التي حرمت من التعليم، التي حرمت من العمل، التي حرمت من نعم. حقوقها. مم. مثلا في نساء بيتم تعنيفهم عند أزواجهم أو عند أهاليهم. نعم. فنحن بنهتم للوصول لهي الفئة من النساء. نعم. أشرت للفئات التي تستهدفونها ومسألة المستضعفات والمعنفات والمهمشات. ما هي أكثر الفئات التي ترتاد لديكم في المركز؟ وما هي أكثر المشاكل أو الاضطرابات الاجتماعية أو النفسية التي تلاقونها الشائعة خلال عملكم؟ هلا، هو أكثر الاضطرابات الشائعة التي نلاقيها، مهم. عنا كتير حالات اكتئاب مثلا. عنا آه. كتير مم. حالات مثلا عنف زواجي ممكن كمان كتير منلاقيها. مم. في كمان النساء مثلا ما بيعرفوا الموارد اللي عندهم، ما بيعرفوا قدراتهم يعني، ما مهم. بيعرفوا إمكاناتهم. ففي عنا كمان خدمات جانب تنموي. نعم. لديكم في المركز أستاذة تمارا، أشرت لمسألة متابعة الحالات النفسية والاضطرابات مهم. الاجتماعية الموجودة لدى النساء اللواتي ترتدن لديكم في المركز. كيف يتم العمل على الاستماع لهم أو الحل مشاكلهم أو مشاكلهن؟ وهل لديكم أخصائيين متمكنين يعملون ضمن هذا المركز؟ طبعا مم. لدينا هون نعمل 3 مرشدات نفسيات. نعم. مم. نعمل على الجانب النفسي للنساء طبعا، انه نتعامل مع الاضطرابات المتوسطة او مم. انه قليلة الشدة يعني، نعم، التي لا كالاكتئاب. تؤثر على الجانب مم. العقلي. مم. ففي عنا نعمل على الجانب التنموي، كمان نعمل على الجانب الوقائي عبر جلسات جماعية تعنى بالتوعية النفسية والاجتماعية مم. للنساء العاملات في الإدارة الذاتية. نعم. وعنا كمان الجانب العلاجي اللي هو مم. مثل ما قلنا للاضطرابات القليلة يعني، أو نعم. قليلة الشدة. نعم، كمختصة اجتماعية بتتابعي أوضاع تلك النساء، بتلاقي في استجابة لما بتحاولوا تستمعوا إلهم أو تحلوا مشاكلهن؟ هلا أكيد نحن مثلا مم. أي شخص لما بيلجأ لأخصائي نفسي أو اجتماعي بيكون يعني يا هدفه عنده حل رغبة. المشاكل مم. والخروج إنه بينمي حاله، نعم. إما بيكون هدفه التفريغ النفسي يعني.
فبالحالتين نحن بنشوف شو هدف الفرد من هيدي الجلسة أول شي. اهم. بنشوف المشكلة اللي عنده، وبعدها بنحط خطة للعلاج أو أهداف للعلاج يعني، نعم. ونمشي عليها، أستاذ. وغالبًا هو إنه بيكون في استجابة. اهم. حول عملكم الحالات والزيارات التي ترتاد، إذا في إحصائية تطلعينا عليها والمتابعين أستاذة تمارا؟ تمام، هلّأ هو إحصائية دقيقة. اهم. حاليًا يعني في عندنا مئات الحالات التي إنه نتعامل معها إمم. في كل مراكز أمارة يلّي بتضم كافة المناطق أو معظمها، اهم. أو ممكن 4 أماكن يعني رئيسية بمحافظة الحسكة. آمم وين موجودين؟ يعني نحن ال أغلب خدماتنا بتتقدّم كجلسات جماعية. نعم. الجلسات الفردية غالبًا بتكون بالتنسيق مع مركز حماية النساء. إمم. طبعًا في ممكن كمان بدي أنوّع شغلة إنه في مرات يجونا أطفال كمان، يعني خدماتنا ما بتقتصر على نعم. النساء، اهم. إنه ممكن يجينا طفل عنده حالة معيّنة، إمم. عنده خجل، عنده شعور بالعُزلة، عنده مثلًا إمم. شعور بالخوف، فوبيا. فبنتعامل مع هذه الحالات كلّها. نعم. آآ النساء طبعًا إمم. اللي بييجوا بشكل فردي بيكونوا أقل طبعًا، هذا إله علاقة بالوصمة الاجتماعية إمم. للأشخاص الذين يرتادون الأماكن المخصصة للرعاية النفسية. اهم. يأتون بشكل فردي نادرًا، لماذا؟ وكيف يرتادون لديكم في المركز؟ يعني عدة نساء يعني يحاولن أن يأتين إليكم ويسردن مشاكلهن؟ هلّأ هو ال ف يوجد إمم. مثلًا بدي أذكر لك مثال مرّة إجت لعنا إمم. صبية صارت عم تطلّع حواليها إنه لا حد يشوفها. إمم. إنه بس هيك إنه بس على السريع أعطوني كاسة مي بدي أروح هلأ بيفكروني مجنونة. لح إمم. فمرتبطة الخدمات النفسية والاجتماعية بإنه هذا الشخص غير سوي، نعم. رغم إنه هذا الشي خاطئ. مرات إنه نحن بنقدم خدمات تنموية. نعم. أشخاص مثلًا بيجونا طلاب بكالوريا ممكن ياخدوا إرشادات شو اللي بيناسب شخصيتهم، يعني المجالات اللي بتناسب شخصيتهم، كيف يطوروا جانبهم الدراسي. فهو مو بس جانب علاجي اللي بنهتم فيه. تمامًا. الصحة النفسية أستاذة تمارا لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، والكثير من الأمراض الجسدية بتكون ناتجة عن مشاكل أو اضطرابات من الصحة بالحالة النفسية لدى الشخص. ومثل ما أشرتِ تمامًا. في بداية اللقاء إنه المسألة ما مو دائمًا بتكون وجود اضطراب أو حالة نفسية، ممكن يكون الموضوع كله إنه شخص بده يفرغ الشي اللي عنده، يتحدث أو ياخذ نصيحة أو إرشاد. للأسف لا زال في مجتمعنا هذه المشكلة، وهي مسألة الوصمة المرتبطة بالمرض النفسي. آآ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، هل هناك نشاطات اهم. تعملون على إقامتها اليوم كهيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة ومركز أمارة؟ هلأ كمركز أمارة هون بصراحة أي فعالية رح نقوم فيها رح أول شغلة إنه بنتذكر إنه في مئات النساء اللاتي ينتظرن فلذات أكبادهن، نعم. المأسورين. نعم. فهو أي فعالية هلأ حاليًا يعني ما فينا نقوم فيها في ظل الأجواء الحزن نعم. والتوتر مم. الموجودة يعني نعم. حاليًا. احتراما لمشاعر الأهالي. كتير الشكر لك أستاذة تمارا. بختام اللقاء، إذا في رسالة بتحبي توجهيها وخاصة للنساء يلي عم بيتابعونا؟ أول شغلة كل عام وأنتم بخير. مم. رغم إنه هذا اليوم هو بدرجة الأولى تذكير بكفاح المرأة لأخذ حقوقها، وكمان مرتبط نعم. بكتير آلام ممكن خصوصي بهذه المرحلة. بس بالنهاية
يعني إنه لازم نكون محاربات لنوصل للشي اللي نطمح له، والشي اللي نطمح له ما لازم يكون شي قليل. تماما. المرأة بإمكانها الوصول لأعلى الأماكن، ولكن يجب أن تطالب بحقها بهذا الأمر يعني، مهم. وتطالب بإشراكها في المراكز المهمة. تمام. كمان دائمًا بكل مقابلة من مقابلاتي أنا باقول إنه يعني لنساء الجيل الصاعد، حاولوا كتير تهتموا بمسألة التشريع، حاولوا توصلوا لأماكن التشريع، لأماكن القرارات اللي ممكن تأثروا فيها على حقوق النساء. تماما. كتير شكر لك أستاذة تمارا. التغيير بيبدأ من الشخص، يعني إذا كان في تحديات وإذا كان في صعوبات فلازم الإنسان يسعى ليغير الواقع ويكسر الحواجز ويحاول هو الشخص اللي يعمل التغيير. الأستاذة تمارا علي، أخصائية اجتماعية في مركز أمارة التابع لهيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، كتير الشكر لك وكل عام وأنتم بألف خير.